اتفضل. اقعد يا عم. لو كنت رئيسا للجمهورية الآن مجموعة قرارات ستتخذها بعد ما سمعت رئيس وزرائك النهارده وهو بيتكلم عن خطة الحكومة. السيد الرئيس طلب سيادتك الاجتماع بحضور رئيس الوزراء. كويس انه اتصل، انا كنت لسه هطلب مقابلته. القرار الأول هو أنني سأدعو كل الجماعة المتربصين بيا دول. الموضوع اللي حصل يوم الأحد، قرار المحكمة اللي طلع الخاص ب 716 واحد من قوائم الكيانات الإرهابية. امبارح والنهارده مصر تتحدث عن الإدراج في قوائم الإرهاب وخروج أسماء من هذه القوائم. محدش هيزايد على مواقف الرئيس السيسي، سواء في موقفه من جماعة الإخوان وهو الذي انتصر لإرادة الشعب المصري في 30 يونيو، بتوع الليبراليين والعلمانيين والفصائل والسياسيين والقوى والجماعة اللي قاعدين يكتبوا ويتكلموا ده. جدد المصريون الوعد والعهد، رفض تام نهائي كامل للإخوان. أقول لهم دلوقتي الثورة قامت من أجل تطهير مؤسسات. أي من يحاول أن يمرر ويمر بهذه الجماعة مرة أخرى إلى المجتمع المصري أو للدولة المصرية. ادي القانون الذي لابد أن يصدر الآن بشأن النائب العام. انا طلبت من المجلس الاعلى انهم يدوني فرصة علشان احاول اقنع السيد الرئيس باقتراح تاني. ادي القانون الذي لابد أن يصدر الآن بالنسبة للشرطة وهيكلة الشرطة لو بيحبوا اللفظ الشيك ده، وهو انه يعلن عن استفتاء على رئاسته. علشان المؤسسات الستة، قضاء، نيابة، شرطة، جيش، أزهر، إفتاء. ادي الحاجات عشان البلد تتحرر وتتنفس هواء نظيف. طالما هو رافض الانتخابات الرئاسية المبكرة، اعتقد ان الحل ده هيكون مرضي لجميع الاطراف المؤيدة والمعارضة. اللي موافق منكم يقول موافق واللي رافض يقول رافض، لاني اريد ان اسجل على كل شخص يريد ان يرفض تحقيق اهداف الثورة انه رفضها. عايزين ترتاحوا من اللي بيتعمل فيكم ده كل يوم، ده اتصالحوا. ايه خايف؟ الحكاية بدأت 2015 في قانون صدر، قانون خاص بالكيانات الإرهابية. وانا بتفرج على الاعلاميين دول، احمد موسى تحديدا يعني، القانون ده في الوقت ده الدولة تواجه إرهاب، كان في هذا الوقت كل حاجة في البلد بتتضرب. بسأل نفسي سؤال، هو فين الخرم اللي بتحط فيه العملة؟ العبد الله اشتغل في ملف الإخوان منذ عام 92. يا أهلاً، ازيك يا نجم الداخلية؟ لا في صحفي ولا كاتب ولا إعلامي ولا حد كتب زيي. ما هو ده عملة يعني، بس هو فين الخرم؟ ولا اتكلم عنهم قدي عم العالم، ولا كشف عوراتهم وجرائمهم قدي. وهارش ان الواد ده مرشد للمأمور ومحمي فيه. انا اقدر اقولها دلوقتي على الهوا، لا في مصر ولا العالم العربي حد يقدر يتكلم في هذا الملف اكتر مني. انا بقى واعوذ بالله من كلمه انا ما بخافش من حد. صدر قرار باستبعاد أسماء 716 من المدرجين على القوائم الإرهابية. انا عمار عايزك تطمن لي ونبقى اصحاب. الحالة دي بما لي من سلطة التشريع هطلع القانون اللي يحرر القضاء والنيابة والشرطة والجيش ويجعل مؤسسات محترمة. اظن حضرتك ومساعدينك ومستشاريك بقى عندكم دلوقتي صورة واضحة عن كل اللي بيحصل في الشارع، ويبقى ده مش بان انا بطلع القانون لكن بتوافق مجتمعي، واللي عايز يرفضه يقول لا انا مصمم يفضل النائب العام بما حققه من جرائم. ما تم تجاه الشرطة خلال السنتين اللي فاتوا افرز مناخ جديد يا احمد. فرم المستندات وحرق مقرات امن الدولة. لكن مش هيصل بيه انه يستعد انه يضربك بغاز وقنابل وخرطوش، حد يموت او حد يحصل له حاجه في عينيه يتحاكم الضابط احمد. لا مش هيحصل خلاص. ومش عارف موقعة الجمل اللي فيها قاضي تحقيق وغيره 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 يقولوا عايزين نخليه. الناس ليها مطلب رئيسي يا فندم، وهو اجراء انتخابات رئاسية مبكرة. واحد يقول لك ايه؟ اصل عمرو خايف. اهو ضربة الخايف اقوى بكتير من ضربة الظالم يا عمار. هذا القرار لو ما عملوش رئيس الدولة لا أجد له عذرا. وانت اتظلمت كتير وتعذبت كتير، ويمكن يكون القدر بعتني ليك مخصوص. الاتهامات اللي بتوجهها مثلا للنائب العام بأنه هو وراء كذا وكذا وكذا. النائب العام أنا أعرف شخصيا شأنه. نعم. عشان أحط تحت إيدك رقبة اللي ظلمك وظلم مراتك وظلمني وظلم ناس كتير.
النائب العام لا يختلف اثنان تعاملوا معه على حقيقة الوضع. كان المطلب ساعتها ان المجلس العسكري يمشي. يا المواطن يا الإخوان. وأخرج لمين يا باشا؟ ما سيادتك عارف العبد الله مقطوع. يا المصري يا الإخوان، إحنا الاتنين مش هنعيش سوا. وبعدين يا باشا أنا اعتبر هنا في الكويت وأنت الكفيل بتاعي. يا جماعة دول مش مصريين، كفيل في الخارج. الآن أنا مواطن عندي جنسية سعودية وكفيل في الداخل وجنسية مصرية. سبحان الله، مزدوجة يا أخي، سبحان الله. دول ما يعرفوش مصر، دول بيكرهونا عمى. بس ممكن الكفيل بتاعك يرحل أمك في ثانية ولا إيه؟ ده أنت بقالك 9 سنين. أرشح نفسي الفترة القادمة. مش من حقي وانا عايش في البلد دي ابقى خايف على ناسي واهلي وعيلتي وعيالي من عصابه؟ الكلام واضح بس المعنى مش مفهوم. ارض راس الحكمه بيع يا عم، صفقة العمر وفلوس راس. انسى الموضوع ده خالص. مش قبل كده قال لك انك قواد؟ خالص انساه. لا دي مش شتيمة، دي معناها انك معرف الناس ببعضيها. ده الشعب نزل وقال لا للاخوان، فالاخوان قالوا ايه؟ يا تتحكموا يا تتقتلوا. لا 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 لا. انا مع يعني هل حضراتكم كنتوا موجودين ولا انا كنت بتفرج على فيلم تاني؟ لا 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 لا. نحكمكم يا نقتلكم. بيقولوا لي يعني الناس بتقول طب هو الرئيس بيقول كده ليه؟ انا قلت لكم مره قبل كده يا هنحكمكم يا نقتلكم. ده الشعب نزل وقال لا للاخوان، فالاخوان قالوا ايه؟ يا تتحكموا يا تتقتلوا. ها؟ فالاخوان قالوا ايه؟ يا تتحكموا يا تتقتلوا. لا 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 لا. شويه بقى تلاقي نفس الاعلاميين دول في نفس الحلقات بيشتموا في اهل الشر. البلد باظت والايام ما بقاش فيها بركه، وبيقسموا بايمانات المسلمين والمسيحيين انه لا تصالح مع الاخوان. اسمع. طب ما قبلش الضغوط العالمية في 3 يوليو 13 جاي يقبل النهارده في 24؟ ايه؟ ليه؟ وتلم العاطل على الباطل. هذا الرجل كان المحامي العام لنيابة أمن الدولة، ونعرف ماذا كان يفعل، وكنا بنشوف الشباب جايين متقطعين قدام نيابة أمن الدولة، متقطعين من التعذيب وإيه اللي كان بيحصل. وتلخبط الحابل بالنابل. ما خدتش قرار اضيع في مصر. مش هو اللي بيقول. ايه؟ ليه؟ ده مخلي الافر جوه بيتكلم بداله. اطلع يا جملة واضحة قوي، نحن لا نربي العقارب. ناس قالتها بكل جرأة وقوة لا للإخوان. لا تصالح ولا مصالحة مع الإخوان. ولن ينسى الشعب المصري أن هذه الجماعة، جماعة الإخوان، جماعة غير وطنية. كلام في ثانية إلا ثانية وكل قرد يلزم جبلايته. السؤال ده بقى، هل دي لخبطه ولا ده مقصود؟ هو نفس الاعلامي في نفس الحلقه. بالنسبه لي لو سالتني اعتقد ان دي تعليمات. اتصل بيهم عباس خليهم يتكلموا مع السيد الرئيس، يمكن يكونوا هم اقدر على اقناعهم مننا. والدنيا تعلم ان تحديات الماضي ظلت موجوده بنسب كبيره. حد يزعل قوي ان الكلام ده يزعل؟ انتوا مش عارفين يعني ايه دوله. وديا للبناء الفكري للدستور ما كانش منتبه. ما تعديش الخط. هو في الخط حضرتك؟ اعتبر ان في خط وما تعديهوش. لقدرة الدولة على تلبية المطالب دي. بقايا النظام السابق، الدولة العميقة. يبقى المسار اللي انا بتكلم فيه هو المسار الفكري لبناء دولة. ده موضوع محتاج تضافر كل الجهود بما فيه الفهم. بلبع بس برشمة الضغط لا تفرفر مننا. لازم ناخد يعني هبرة. الفساد حطها في الصندوق. الإصرار على بقاء الفساد. اللي انتوا بتشوفوه دلوقتي من غير تفسير كتير ووضوح كتير كان تقريبا ده الظروف اللي احنا بنعيشها بعد 67 في مصر. الوضع الاقتصادي الذي ورثناه. وزي ما نجحنا رغم ظروفنا الصعبة وقتها هنعبر كل تحدي قدام مننا. الديمقراطية التجربة الجديدة ده تحدي ما بيعجبش ناس كتير عايزين الفساد. انتوا باين عليكم ما تعرفونيش صحيح. كلام في ثانية إلا ثانية. ما تعرفونيش صحيح. دورها سكولانة على التلاجة وافتح له الساقع. اللخبطه دي مقصوده عشان دي تعليمات الامن الوطني او ابانا الذي في المخابرات. زي ما بقول لحضراتكم بكلمكم بالمعلومات والتواريخ. حضرتك اوعى النهارده تيجي
تخون بلدك. رجولة عملت حادثة. فيديو لسفينة عسكرية ترفع علم إسرائيل وتعبر قناة السويس يشعل الجدل من جديد في مصر. حضرتك اوعى النهارده تيجي تخون بلدك. والطرطشة والدلدقة اخرتها قطع لسان. كنت فاكرك يا صاحبي محل ثقة، طلعت محل جزم. وزي ما قال الرئيس قبل كده، قرار المصالحة ده قرار الشعب المصري. الشعب المصري قال كلمته. اسهل قوي ان نبقى ماشيين في الركب بنسمع الكلام وخلاص. لا، انا ما بقلقش لما حد يقول لك ان كيلو الباميه ب 100 جنيه ولا بتاع الكلام دوت. جوع الناس فما حدش يبقى عارف راسه من رجله من ايديه. ما بقلقش لان المواطنين المصريين اوعى كتير من كده. وزادت الجرعه عن قصد في ذلك التوقيت ورفع الاسعار. هنجوع يعني؟ نجوع. ايه المشكله يعني؟ ورفع الكهرباء ورفع الغاز عشان المصريين ما يبقوش داريين بايه اللي بيجرى حواليهم ويظلوا في حظيره العصر. النبي محمد صلى الله عليه وسلم حبس وحوصر في شعاب مكه 3 سنوات. قعدوا 3 سنين لدرجه ان هم وصلوا ان هم ياكلوا ايه؟ ورق الشجر. ثوره المصريين ما كانتش ثوره جياع ابدا. فترات الرفاهيه الشعب المصري ضيعها. كل الفترات اللي كان خروجه فيها ليها أثمان مقبولة ضيعها. يا فتاح يا سيسي، ترغب بجنيه أوروبا. ما تتضايقش، ادفع بقى. ترغب بجنيه أوروبا. حد عارف رغيف العيش بيتكلف كام دلوقتي؟ جنيه وربع. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. دي كانت ثورة امتلاك الإرادة. امكانياتنا مش كتير قوي. هو انت بتكذب على ربنا، بتكذب على الشعب، ياما في الجراب يا حاوي، بتكذب على الجغرافيا، بتكذب على التاريخ، لا وفي هبل قاعدين. صحيح الفهمان تعبان. 32 عيلة اللي سيطروا على البلد ومصوا دم الناس. ما انا مش رئيس والله انا ما رئيس. الدنيا العبيط جنة. لما البلد يعني بقت صعبة علينا في كل شيء. المقاولة كانت ب 150. جالك ارض تمام سعر هايل، بيع يا عم. ده ما حصلش. وانت اخدت 50. احنا خلصنا موضوع القانون بتاع الصندوق يا دكتور، مش كده؟ واتحولت لك الفلوس خلاص. يبقى حقك وصل لك. لا ما حصلش. لا، ما انت لما هتقولها ببقك وتسمعها على ودنك 3 مرات هتلاقيها سلكت. لا ما حصلش. هتقول ايه؟ انا خدت حقي كله. لازم ناخد يعني هبرة. تلاقيها سلكت. قلبي حديد. انا شخبطت على طرف حته ليل بالسلاح، ضيعت ملامحها. طبعا ما قلب حديد بمين؟ بالناس. انبح نبحه الطاعه. انبح؟ ما عنديش حس انبح بيه يالا، يطلعونا. اتعودوا على التزوير. إعلان فوز فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي. اتعودوا على تهميش الناس. الحاجة اللي تغلى ما تشتروهاش. اتعودوا على مص دم الناس. الفلوس اللي موجودة في الصناديق دي تحت إشراف مباشر لمين؟ الجهاز المركزي. لا أنا. اتعودوا يلموا الفلوس ومع كل أسف يبعتوها بره. نجيب بكل حاجة، الفلوس بره وانا هسافر بعدها على طول ومفيش مشكلة يعني. جرعة حلوة، جرعة حلوة مفيش كلام. هو انا وعدتكم فاخلفتكم؟ مش هكلمك لانه حمار، فاستخدم الجملة اللي هيقولها الشيطان يوم القيامة، بس هو حمار، هو ما يقصدهاش. هو انا وعدتكم فاخلفتكم؟ فوعدتكم فاخلفتكم، هذه الجملة لم تأتي الا على لسان الشيطان في كتاب الله. محدش يعتبر نفسه بعيد ويوجه لنا الكلام. هو ده اخري وباجي واخري. انتوا فاكرين انا حاسبها يعني ولا حاجه ولا ايه؟ لا والله. لا والله. طب انا ليه الهوا منك وبندبك؟ يبقى وجب علينا حق الانتداب. لما البلد يعني بقت صعبة علينا في كل شيء، فمش قادرين، ما يعرفوش الديمقراطية يعني ايه ولا حرية الرأي يعني. الدولة يا جماعة الرجل الذي واجه الإخوان. خد النصيحة دي من ذكر قلبه جامد وقاعد. ازاي الاقي ناس النهارده يقولوا الرئيس بيسلم للاخوان؟ ازاي الرئيس بيسلمك للاخوان؟ هخلي الجيش المصري ينزل كل قرى مصر. الرجاله دي خش وقش منفوخ على الفاضي. الامن لاهل الامن والقتال لاهلي. ساعة الدم طخ ومش هتلاقي منهم لطخ. بعمل دولة جديدة. هو انتوا فاكرين لما تتكلموا بالباطل هتخوفوني ولا ايه؟ لا، انا اعمل واعمل واعمل. مفيش تمرين لعضلة القلب.
القلب الجامد جامد. نتحمل اي حاجه والاخوان ما يرجعوش تاني عشان يبان انه كل حاجه تمام. طرد هذه الجماعه الاخوانيه من الحكم ومن الدوله ومن المجتمع، وان احنا في حريه، الاعلامي حر يرفض قرار زي ده او يقبله. انا اتبسطت لان شعبنا العظيم بيحط مصلحه مصر فوق كل اعتبار. كل واحد بيتعامل لوحده، يرفض او يؤيد. تمثيليه. شعب بيحافظ على ثوابته، وقبل كده قال لا للاخوان وما زال يستمر بقوله لا للاخوان، وده يطمنا على بلدنا ويطمنا على الناس. او هي رساله تهديد للمثقفين واليسار وايتام 30 يونيو. كله هيتحاسب. ورحمه المكسيكي يقتلك، ده لو قتلنا اتضايق قوي. بس انا مش قادر. هتاكلوا مصر يعني؟ ما انا طماع، لو شفت وشك تاني هطمع في عمرك. عندما يكون تأثير سعر الصرف على حياة المصريين وممكن يضيعهم، لا احنا ما نقعدش في مكاننا. هو انا وعدتكم فاخلفتكم؟ هتعرف تخرج ولا اللي جابوك يوصلوك؟ سمعت الكلمتين دول ولا البعيد اصلا؟ طب انت عشان تتخلص من الخراب ده اكمنك ما شفتش تداعياته وربنا يسلمها عليك، جاي تطلب كل حاجة كاملة؟ لو مش واصلة شوف لها واصلة. جاي بتطلب كل حاجة كاملة؟ أو نعمل له مواصلة. طيب قصور رئاسية، امال ايه؟ لو ثوابت الثورة في الآخر اللي هي الثورة على فساد، أنا عامل قصور رئاسية وهعمل، وعلى انحرافات الأجهزة اللي من ضمنها سوء ممارسة العمل داخل النيابة العامة، وهذه الشرعية الواضحة هترجع تاني تبقى محل شك، يبقى واسفاه، يبكي دما. والله العظيم انا ما لقيت بلد. واسفاه، انا بحلف بالله والله العظيم انا ما لقيت بلد. هتخلي البكره على راس الميت. انا ما لقيتش بلد، انا لقيت اي حاجه. ربنا يجعل لينا مش علينا. قولي له خد دي. ودراعي ده سوق بشريه. كل العالم وانتوا كلنا عارفين محمد مرسي لم يكن والان ليس حريصا ابدا على كرسي. كل دي بنتأخر فيها عن التعامل مع مطلبهم ده، اللي واضح ان حضرتك مش موافق عليه، تعرض البلد لخطر شديد. هذا كلام لا قيمة له عندي على الإطلاق. يعلم رب العباد هذا الأمر بيني وبينه ومعكم. لكن في ناس أنا عارفهم فاسدين، لن أسمح لهم بالاقتراب من الكرسي ده. والظلم الذي وقع ونزيله. هو أنتوا فاكرين لما تتكلموا بالباطل هتخوفوني ولا إيه؟ والإجرام الذي جرى ونقضي عليه. لا، أنا أعمل وأعمل وأعمل. والفساد الذي يريد أن يبقى ونزيحه. بالمناسبة كامل، اسمح لي ان انا رأيك لرتبة الفريق. اقول للمؤيدين كما اقول للمعارضين، حافظوا على مصر. كهن، بلد كهن. قضية مصر لا مساس بيها، والمساس بيها خط احمر. هو فين الخط يا حمار؟ الكلام اللي كان اتعمل من 7-8 سنين مش هيتكرر تاني في مصر. حافظوا على الثورة. الحفاظ على الثورة اللي احنا اكتسبناه، اللي ما نجحش ساعتها هتنجحوه دلوقتي بعرقنا وبدم شهدائنا وبمسيرتنا 2.5 سنين. لا 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 لا، ده انتوا باين عليكم ما تعرفونيش صحيح. انت نادي يا اخي، فاهم يا ابني؟ يلا روح. مصر ام الدنيا وهتبقى قد الدنيا. الكلام ده في افلام السيما مش في علم الاجتماع يا قفا. حافظوا عليها كلكم يا مؤيدين ويا معارضين. ولما نيجي نقول ان احنا فقدنا 6-7 مليار دولار خلال فقط 7-8-10 شهور الماضيين، اوعوا الثورة تتسرق منكم بأي حجة، وان الامر ده محتمل انه يستمر معانا لمدة سنة كمان نتيجة التداعيات اللي احنا بنشوفها. الحجج كتير. احنا اتكلفنا 80 مليار جنيه فقط بعد احداث 25 يناير. والسحرة كتير. الثورة نزلت 33 مليون، كان نازلين عشان مين؟ وضد مين؟ ضد الإخوان. والتحدي كبير وانتوا قادرين تواجهوا هذا. وانا بقول لكم هتتعبوا معايا اكتر. لا، انت اللي هتتعب معانا. اوعوا الثورة تتسرق منكم بأي حجة.